بمناسبة العيد والذبح ممكن تلاقي حد من أولادك بيسأل ليه إحنا بناكل الحيوانات؟ طيب هنجاوب عليه نقول له إيه؟ ربنا خلق كل حاجة في الدنيا لسبب ونظم الحياة زي ما هي، فسبحانه اللي خلق لينا الحيوانات وحلل لينا أكلها. طيب لو ما أكلناش الحيوانات وأكلنا النباتات بس إيه اللي هيحصل؟ زي ما قلنا ربنا منظم الحياة كده، وعلشان نوضح اللي ممكن يحصل هنقول على حاجة حصلت في استراليا من مدة طويلة. زمان من أكتر من 150 سنة كان الناس بيهاجروا عشان يروحوا يعيشوا في حتة اسمها استراليا، وكان منهم ناس جايين من بلد اسمها إنجلترا، والناس دي كانت بتحب صيد الأرانب، واستراليا ما فيهاش أرانب خالص. راحوا كل واحد منهم جايب معاه كام أرنب كده يقعد يصطاد فيهم في الحتة اللي بيزرعها. وبعدين واحد اسمه توماس أوستن راح سايب الأرانب اللي معاه في الغابة علشان يقعد يصطاد بقى ويعمل فيها صياد. اللي حصل إن الأرانب دي علشان الحيوانات المفترسة قليلة في استراليا ومفيش حاجة بتاكل الأرانب دي، فالأرانب دي زادت جدا جدا وبقت عددها 10 مليار أرنب. يعني ال 24 أرنب اللي جايبهم توماس ده بقوا في ظرف كام سنة 10,000 مليون أرنب. والأرانب دي قعدت تاكل في الغابات والأراضي المزروعة وعملت مشكلة كبيرة جدا، كانت هتوصل لأن يحصل مجاعة، لحد ما الحكومة عملت شوية خطوات علشان تموت الأرانب دي وتقلل عددها اللي وصل دلوقتي ل200,000 أرنب بس. يبقى احنا لو مكلناش الحيوانات زي البقر والجاموس والأرانب والفراخ عددها هيزيد وهياكلوا الزرع اللي احنا المفروض هناكله، وفي الآخر لا احنا ولا هم هنلاقي حاجة ناكلها. شفتوا ازاي ربنا منظم كل حاجة؟ ما الحيوانات واحنا بنذبحها بتتعذب وكده حرام، علشان كده ديننا حط شروط واحنا بنذبح الحيوان. أول حاجة إن السكينة تكون حامية جدا جدا علشان الحيوان ما يتعذبش ويتذبح بسرعة. تاني حاجة ما نوريش السكينة له ولا نوريه حيوان تاني بيتذبح علشان ما يبقاش عذاب ليه. تالت حاجة ننيمه كويس علشان الذبح يكون بسرعة وما يتوجعش. طيب ليه ما بنستعملش طريقة تانية غير الذبح تكون مش مؤلمة؟ الذبح بيطلع كل الدم اللي في جسم الحيوانات، والأبحاث العلمية قالت إن عدد البكتيريا اللي في اللحم المذبوح قليلة جدا، واللي موجود في اللحم اللي مات بالكهرباء مثلا أضعاف أضعاف. والذبح برضو أقل طريقة في الألم للحيوان، لأن بمجرد ما الدم يبتدي يخرج من جسمه وما يوصلش للمخ فالمخ بيتخدر وما بيحسش بأي ألم. لكن الطرق التانية زي الضرب بالمسدس مثلا، فلو الطلقة ما جاتش في المكان الصح هيقعد يتألم كتير، ولو الكهرباء كانت قليلة مش هيموت وهيتعذب، فكده احنا بنريحه مش بنعذبه. استنونا في فيديو جديد وموضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.